ساعده في ازاي ان هو يتاقلم في الجو ده والتكنولوجيا العاليه اللي موجوده. موجوده. اتوجد وسط ناس هنا مثلا محبطين او مثبطين او بيحاربوا النجاح. يعني ممكن حضرتك انت تكون ناجح جدا، في واحد يقول لك يا عم انت فاشل، انت مغرور، انت حسين يا اعمى، انت فاكر نفسك يعني. وطه حسين ما هو تحدى فهنا اهم حاجه الواحد ان يضع امامه هدف، قدر ان هو ويحاول يحقق هذا الهدف. ولو اني انا فشلت ما بقولش انا فاشل، بقول محاولتي. اكيد طبعا. بس هي اراده برضه. هنا يعني انا برضه الاراده مهمه. ممكن ما انا انا لما كانش قدامي هدف، ما انا هنجح ازاي؟ لازم يكون قدامي هدف، وبعدين لازم اسعى اخد خطوات لتحقيق هذا الهدف. لازم اللي حواليا يساعدوني تحقيق هذا الهدف عشان انجح. لكن ما ينفعش مفيش كده انا احط هدف وانا ما عنديش اراده. اما الاراده بتدفعني ان انا عاوز ايه؟ عاوز هدف. ده اللي احنا بنقوله. احنا نخلص من هنا بالتجربه بتاعتنا في مصر اللي احنا عايشينها. احنا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عاملين زي هذا هذا المعاق انا بسميها كده. هذه حقيقه يعني. طب احنا عاوزين ايه؟ عايزين يعني نقف من هذه الكبوه. احنا وقعنا، مش عايزين تننا واقعين. اذا كنا فشلنا احنا مش فاشلين، هي تجربه ومحاوله للنجاح وللنهضه فشلت. مش معناها ان احنا مش هننهض، مش معناها ان احنا نثبت الناس ونقول الناس ايه خلاص مصر بقت كلها مثلا بلطجه وكلها بقت وحشه وكلها. لا، مصر فيها خير. لكن الفجوه والثغره اللي حصلت اللي احنا مش قادرين نتقبلها، ان احنا كنا محبوسين جامد قوي زي الطفل الصغير اللي انت مثلا بتقول له ايه خد مصروف قد كده، ما تروحش هنا، ما تجيش هنا، ما تعملش كده، وفجاه بتسيب له الباب بتقول له ايه اعمل اللي انت عايز تعمله. انت خرجت من حاجه مقفوله خالص الى حاجه لا محدوده من الحريه واللا عقلانيه والانفتاح الى اخره. ومن ثم دي بتعملوا دي هتتجننوا. احنا لغايه دلوقتي مش متخيلين. ولذلك يعني هل ده في ناس يعني طيبين جدا وغلابه ابتدوا يقلدوا المجرمين ويحاكوهم. يعني يقول لك لا طب ما انا اطلع اخد عربيه واطلع فيها، اركب موتوسيكل، اركب عربيه واحاول اجرب. ما اجربش ليه؟ بتحصل. ما في فاذا انا حتى البقيه الكويسه ابتديت اسبغ عليهم صبغه غير معقوله من بوادر الانحراف، ان هم يبداوا ينحرفوا في سلوكياتهم يعني. هو لا شك ان في الفتره اللي فاتت طبعا دكتور محمد مرسي كسب، وكسب باراده شعبيه والناس انتخبته، وما نقدرش نقول لا. المفروض بقى ان احنا كمجتمع نساعد الراجل ده. يعني هو الراجل قال ابدا بنفسك. هو يعني امكانيات البلد مش مؤهله ان انا اجيب عربيات واجيب واسخر امكانيات. لا، قال لك ابدا بنفسك، نظفه قدامه. ومع ذلك الناس بعد ما مسحوا الشوارع نظافه، وبعد ما كل الناس نزلت ونظفت الشوارع، تاني يوم الناس نزلت حاطت الزباله. هو ده سلوكه. يعني انا كنت في ده يعني سلوك. يعني بعض الاخوه دعوني الى افطار في امبابه، فقلت ماشي. منطقه امبابه دي منطقه لا يمكن ان تطاق. يعني طبعا لا تطاق بكل ما فيها من يعني المتناقضات اللي موجوده فيها دي. يعني بقيت ماشي عمال اشوف الزباله وانا ماشي في العربيه بتبصر. يعني يا جماعه هنا في بشر عايشين في هذه المنطقه، في ناس عايشين هنا في هذه يا جماعه ازاي؟ يعني الرجل قال يا جماعه لازم ننظف. هو مش معقول احنا يعني مش معقول كل يوم اقول لك ايه النهارده حمله نظافه، النهارده حمله نظافه. يعني الدكتور مرسي المفروض هو ادى التارجت الهدف وانت بقى كمل. يجب ان يكون عندنا احنا لدينا وعي. معظم المجتمعات التي نجحت يا دكتور علاء نجحت بالجهود الذاتيه وليس بالجهود الحكوميه. يعني هو دكتور يعني احنا لو احنا يعني شعب قلنا احنا لابد نكون شعب نظيف، شعب راقي. ليه اكون شعب متخلف وارمي الزباله بتاعتي في الشارع؟ مظبوط. لابد ان نتمتع بالحضاره والانسانيه. طبعا يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. مش مره، هي مره واحده، انما الناس مصرين. في فلوس برضه، في ناس والله شيء عجيب فعلا. بحس ان هم يهمها الدوله تسقط. طبعا. او ناس يهمها تعمل. انا متهيالي ان هم ماسكين الراجل دون بالخرزانه وماسكين له على الواحده. وبعدين عايز اقول على حاجه معلش. يعني هو اللي بيقول لا للدكتور محمد مرسي، طب فين البديل؟ احنا عايزين انا في اعتقادي ان الدكتور محمد مرسي دون ان هو مرشح حزب الاخوان المسلمين، لكن ده جه درء للفتنه. تخيل لو اي حد تاني كان جه، كان البلد كلها كانت هتشتعل حرائق وتشتعل نار وتشتغل مظاهرات
ومطالبات وكلام ليه من ده. تعليق بسيط ان القوانين مش رادعه. القوانين مش رادعه. النهارده انا بنفسي بالليل في عبود او عند زاويه الحمراء او مستشفى الهلال او ورا او قدام بلاقي الناس عربيات نقل كبيره بتقلب زباله. لا فيه اللي هي ردع شديد ولا حد بيراقب. طب ما ولا حد هيجيب بيحافظ. طب معلش احنا برضو عايزين نساعد الراجل في احاديثنا وفي كلامنا. اقول لك على نكته دلوقتي انا عايز اتفضل. دلوقتي انا كده كويس. اللي بعمل صيانه في شقتي وكسرت بلاط وكسرت بياض وكسرت كلام من ده، تمام. انا ما فكرتش في لحظه واحده ان انا اول ما ارمي الردم ده اوديها للبلطجي اللي هو عربيه بحمار هيرميها فين. ما فكرتش. فدي المهم ان انا اتخلص السلوك من البدايه. السلوك مش البلطجي عايز ياكل عيش. انا رايي كده يعني. هي القصه في البدايه. بدايه انت يا راجل اللي انت وضبت شقتك وعملت صيانه وكسرت وديت رميت الحاجات دي فين؟ اروح مديها لواحد ارميها فين؟ ارميها فوق كوبري، هيبقى في شارع هيعوق دكتور عايزه استشاري بطن عايزه معايا في المستشفى. جاب سباك عمل سباكه في الحمام واوله ياخد الكسر يوديه في الحته الفلانيه مقاوله وهترمي فين؟ هرميه في عبود. طب ليه؟ عشان تاني يوم البلديه تتفق معايا اشيله تاني، يبقى مقاولتين اتنين، مقاوله من الهدم فايده من الحمام تكسير وديه. عزت احمد ده استشاري البطنه معانا في الزاويه الحمراء. تسمع كلام حاجه غريبه. ايه ده؟ دكتور احمد، في فيديو برضو ظريف كده كنت ان شاء الله هنعرضه برضو للساده المشاهدين، وحاجه كده يعني فاني كده قبل الفطار. على ما يتحضر الفيديو هسالك على بعض الاسئله ازاي نتعامل معاه، بس هو ايه بجمل مفيده. مثلا انسان خشن قاسي القلب، واحد جالك كده وجاي بيتكلم معاك جاي تشتري حاجه او جاي قاعد ولقيت انسان خشن قاسي في تعاملاته، ازاي تتعامل معاه وتجذبه معاك بدل ما يبقى بالكلمه الطيبه؟ ايوه، قال صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه تصدق. تمام. فتصدق بها على نفسك قبل ان تصدق بها على الاخر. لان هذه الخشونه لما تدفع انت بالتي هي احسن هتزيل هذه الخشونه. الشخص الصرصار كثير الكلام. ازاي انت في حديث وفي قعده، اصل دي سلوكيات موجوده في المجتمع، فاحنا ايه بنوضح للساده المشاهدين يعني ايه الايشوشيتا او الجواب او ازاي اني نتعامل مع الناس دي. واحد صرصار بقى وكثير الكلام بقى وانت مش مديك فرصه تتكلم. ما هو بعمل ايه؟ بزنقه في النقطه المفيده بتاعه الحوار. لو تحديد نقطه الحوار مهمه جدا. اصل هو هيثرثر في لو نقطه الحوار ثابته وتوجيه اسئله ليه معقوله، ودايما الاسئله بتاعتي تبدا بادوات الاستفهام هل، لماذا، هخليه يبقى محصور. يعني لما اقول له هل انت شجاع مش محتاج مسلسل، هيقول لي اه او لا، هيبقى الاجابه. فاحصره في اجابه نمطيه بحيث ما يخرجش منها. الدكتور مدحت، لو قابلت انسان معارض دائما ويعتمد على افكار قديمه ومغلوطه، معارض دايما يعارض، والله انصح صاحبك من الصبح للظهر. يتنصح ماشي، ما تنصحش ضله. في ناس قاريه من كتب مصادر غريبه الشكل وفكر غريب الشكل تقنع فيه. الجامع يقنع فيه، الكنيسه تقنع فيه، الجرايد يقنعوا فيه، الافلام، اصحابه. مفيش فايده. مفيش فايده. المدعي للمعرفه والسخريه، دايما مدعي معرفه، يعني يقول لك انا عارف كل شيء ويسخر. لا، هو اللي ادعى العلم فهو لا يعلم. الامام احمد بن حنبل سالوه عن 40 سؤال، افتى عن 7 وقال لا اعلم. وقال من قال لا اعلم فقد افتى. الانسان انا يعني قد اكون بارع في الجراحه لكن مش بارع في الميكانيكا، مش بارع في الخطابه، مش بارع في حاجه تانية. يعني كل انسان ربنا حابب كل انسان ياخد جزء واحد بس. انما المعرفه الكامله دي ده للانبياء والله عز وجل. علم لدني بقى حاجه تانية خالص. دكتور احمد، العنيد. لا هو العنيد انا ليه يعني روشته. انا لو عايز عنيد هعامله الاول وهله مثلا، ولا عنيد عايز اخليه يسيب العند؟ ما دي هتفرق معانا هنا. بيتجاهل وجهه نظرك مثلا، بيعند معاك، يعني انا مش عاجبني رايك. ده موجود ودايما بنلاحظها بين الاصدقاء وبين الزوج والزوجه. يعني بيكون في زوج عنيد جامد جدا ومتشبث برايه ان هو دايما صح. انا العنيد اقنعه بحاجه واحده بس، وبطريقه بسيطه بس، ان هو لابد ان يرفع درجه ايمانه بالتصديق بانه لابد ان يكون مخطئ، لقوله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
فالخطا قضيه كليه تحصل لابن ادم كله. فانا اذا كنت انا مقتنع خلاص الله الدكتور علاء بيكلمني، انا لابد ان اقتنع ان انا ممكن اخطئ، ما اخطئش ليه؟ انا بشر. الشخص المتعالي دايما ايه في مكان شغل زي ده مثلا كده اتعالى على زمايله، لا يرغب في الاستماع اليهم، يسخر منهم، يحاول يبين سلبياتهم، تعامل معاه ازاي؟ ما هو اصل التعالي ده ينتفخ بماء الغرور ويكش بماء الاختبار. يعني تاني كده تاني اسمعها يعني جميله جميله حلوه جميله قوي. اسمعها تاني كده. هو دايما بيبقى منفوخ بماء الغرور، ايوه ودايما يجف ويكش بحراره الاختبار. فانا اختبره. يعني دلوقتي مثلا تقول حاجه ايه ده انا في الهندسه لا ابار. ما هات لي بقى اي واحد مهندس كده يقف قدامي، هتقول لا مش هجيب مهندس يقف قدامك. صمم لي ايه؟ مبنى هندسي او حاجه. زي ما انا كده جيت قلت لحضرتك ايه، أو والله انا هات لي اي حد بتاع التنميه البشريه انا كذا. دي مش يعني مش تكبر او بتاع، لكن انا ايه في تمكن. هجف بقى بايه بقى هنا؟ بحراره الاختبار. اذا جه واحد بتاع التنميه البشريه وقعد قدامي وقال لا الكلام اللي انت بتقوله لا خطا، والتنميه البشريه ده علم جميل وعلم حاجه كويسه وبتاع الى اخره. دكتور مدحت، واحد جالك كده بتقول له ازاي